حد شايف اللي في اخر الشقة ده؟ تعالوا نقرب كده. طب شوية اكتر، حبة كمان، حبة كمان. ده بندق النهارده تاني سيشن ليه في التويليت، وكان زي ما انتم شايفين كده قلقان شويه. ابتديت خرجت الطاقه وخليت صاحبته تخرج الطاقه بتاعته عشان هو كان متوتر حبتين، وكان في سوء تفاهم كده خفيف. ان انا يعني عايز اقول يا جماعه ان مهم جدا ان كل واحد يخليه في تخصصه، لان الدكتور قال لصاحبته ان الكلب جاله اكتئاب. كلب عنده 4 شهور جيله اكتئاب، يعني شاف ايه في دنيته عشان يجيله اكتئاب؟ انا مش عارف. المهم ابتديت ان انا اشتغل تاني مرحله مع الكلب، وان انا اوسع له المساحه في البيت عشان ابتدي ان انا اضمن ان الكلب طول ما هو قاعد في وضع داون استحاله يعمل تويلت. وبعد كده ابتديت ان انا اقول للكلب يدخل على مكانه تاني في الحمام، وبمجرد ان هو بيخش في المساحه بتاعته بيبتدي ان هو خلاص متحدد المنشأ، فهيضطر انه يعمل في الحمام صح. الموضوع ده يا جماعه بسيط جدا، ومهم جدا ان انت تكافئ الكلب وتحسسه بالحاجه الكويسه لما يعملها عشان توصل للنتيجه، وتبقى الموضوع سهل وبسيط 100%. ودي بتكون النتيجه